السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. كل سنة وانتم طيبين، كلها ساعات ويهل علينا شهر رمضان ويعود علينا وعلى الأمة الإسلامية بخير. النهاردة هنعمل مع بعضينا الزبادي البلدي اللي احنا بنشتريه من المحلات. هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة مش مكلفة. انتوا عارفين الأيام ديت الأسعار غالية، نعمل حاجة بإيدينا وعارفين احنا ضامنينها عاملينها ازاي. يلا نبدأ بسم الله ونقول هنعمل ايه. أنا معايا هنا كيلو لبن، ومعايا كوباية زبادي بلدي. حابين تجيبوا زبادي بلدي جيبوا زبادي، تجيبوا زبادي مبستر جيبوا، مفيش أي مشكلة. أنا غالية اللبن ومخلياه سخن زي دمعة العين، تحطي صبعك فيه كده يا دوبك تدقي اللبن. كيلو اللبن عليه كوباية زبادي، وانا هفضي الزبادي بتاعنا وهقلبه بسم الله. رجعت لكم تاني، انا جيت ادوب الزبادي في اللبن ما دابش، ضربته في الخلاط. هبدا اصب بسم الله. انا هصب دلوقتي الميه السخنه الصينيه بتاعتي. لفيت الصينيه بتاعتنا بالاسترتش وهغطيها بالفوطه وهدخلها الفرن. هسخن الفرن بتاعتنا لمدة 5 دقايق بس تدفى، وهطفى عليها. تدفى وهطفى عليها، مش هسخنها قوي. بعد كده هدخل الصينية بتاعتنا لغاية ما يتجمد الزبادي بتاعنا ونرجع مع بعضينا نشوفه. رجعت لكم تاني بعد ما الزبادي بتاعنا اتعمل. انا بعد ما طلعته من الفرن حطيته في التلاجة عشان يجمد. بصوا حضراتكم الزبادي بتاعنا، بصوا حاجة منتهى الجمال. من كيلو لبن عملنا كام كوباية زبادي. طعمه تحفة. وطبعا لما نيجي نعمل الزبادي نعمل حسابنا في كوباية نعمل منها الخميرة بدل ما نشتري من بره عشان نوفر. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير، ولسه اول مرة بتشوفوني اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد، واشوفكم في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله.